تعالى ما اخليك تعشق المذاكره بطرق محدش قالها لك خالص. اول حاجه هتروح للعطار تقول له محتاج بخور مسك ابيض او اسود. طب لو ناس بقى بتتضايق شويه من ريحه البخور وبيخنقها، هات نعناع، هات نعناع فريش كده حطه جنبك وانت بتذاكر. النعناع ده هيساعد ان انت تبص بقى تبقى مستمتع وانت بتذاكر، تمام، وهيجدد الطاقه بتاعتك. وابعد تماما عن السرير ده مكان للنوم، مكان للاسترخاء، ما تروحش انت تذاكر فيه. وخلي دايما جنبك وانت بتحل لبان، كل لبان على طول وانت بتحل، ده هيساعد ان انت تقوي الذاكره بتاعتك وتنشطها وتفتكر. في بقى طريقه تانية خالص اسمها طريقه الاسترسال. ايه الطريقه دي؟ الطريقه دي ان انت بعد ما تذاكر وتخلص مذاكره تماما هتجيب ورقه وقلم وتبتدي تكتب فيه كل اللي انت ذاكرته، كل اللي انت فاكره، تمام. الطريقه دي بقى استحاله استحاله تنسى حاجه انت ذاكرتها، والمعلومه فعلا اللي انت بتتعب فيها استحاله ان هي تضيع منك. في كمان ان انت ممكن تذاكر بطريقه مثلا تلحين المذاكره. ازاي؟ ان انت تحفظ حاجه لو انت فعلا مش قادر تحفظها بطريقه اللحن، اغنيه كده تخترعها انت مع نفسك وانت قاعد. زي مثلا طلبه ثالثه ثانوي وانا قايله لهم المياه الاقليميه من 3 ل 300، المياه الاقليميه من 3 ل 300، ده في منهج جغرافيا الثالثه ثانوي. او ممكن تاخد كل اول حرف من كل كلمه تعمل بيهم اغنيه، مثلا اتبددد شويه حاجات كده ورا بعض. الحاجات دي كلها بس خلي بالك لا تكون بتحضر طلاسم وانت مش واخد بالك. ودايما حاول تعيش دور المدرس، انت مدرس الماده دي. هات شويه كده عيال وقعدهم واشرح لهم، هات شويه دباديب في البيت واشرح لهم، جمع زمايلك قول لهم انا شاطر قوي في الحته دي واشرحها لهم، وصدقني الحاجه اللي انت هتشرحها مش هتنساها. وحاجه كمان حلوه قوي صغنونه كده، الستيكي نوت، الالوان، الهايلايتر ده كله، الالوان دي، الفسفور ده، كل ده بيخليك ان انت بيشد انتباهك للمعلومه دي او للجزئيه دي. وبرده الفواصل الصغيره اللي هنا دي بتوزع لي طبعا الشابترز، مثلا كده اللي انا عندي الفصل الاول والثاني والثالث، انا موزع انا حاجه انا فاهمها بقى. والنصيحه الذهبيه بقى في الفيديو ده ان انت دايما تعمل لنفسك وقت وامتحان على اللي انت ذاكرته. انا خلصت دلوقتي، طب انا همتحن نفسي ازاي؟ لازم اختبر نفسي، اجيب ورقه وقلم ابتدي احط الاسئله، اشغل الستوب ووتش وابتدي اقعد ان انا هحل واشوف احل في وقت قد ايه، كاني في امتحان وفي لجنه بالظبط. وبكده بقى قلت لك احلى الطرق اللي تخليك تذاكر بيها، ويا رب يثمر فيكم وتذاكروا.